لما يحصل ده فعل يا خلف، محدش يقول لي ان ده صدفه، اوعى حد يقول لي ان ده صدفه، ولو انا يا جماعه غلطان قولوا لي ده صدفه ولا فعل. لما سنترال رمسيسي ولع لثالث مره خلال يومين يا خلف، لا ده مش قضاء وقدر، لازم نفهم في ايه. السنترال ده بقاله اكتر من 98 سنه ما فيهوش فيوز ضرب، ده يا جماعه استهداف لمصر ولا انت ليك راي تاني يا خلف؟ ما اصل لما فندق يولع امبارح وكمان حريق في مصنع اسفنج ودمياط، ده مش حادث ولا اتنين، ده مسلسل كل يوم حلقه، كل ده ورا بعض في نفس التوقيت، دي مش صدفه. خد بالك يا خلوفي من اللي بيحصل حوالينا واربط الاحداث كيف بعض، لان اليومين دول في ناس اما تضغط على مصر جامد في نفس التوقيت اللي مصر واقفه فيه في المنطقه، الناس كتير زي اللقمه في الزور. بلدنا ماشيه بدماغها ما بتنفذش اوامر. ما اصل اشمعنى دلوقتي بالذات الغاز اللي كان بيجي لنا من اسرائيل اتقطع في نفس التوقيت اللي لما تطلع فيه فيديوهات اما تهدد مصر، في نفس اللحظه كمان يا خلوفي اللي الشريحه الخامسه من قرض الصندوق النقد الدوله اما تتاخر، في نفس ذات الثانيه اللي موضوع سد النهضه فيه اما يتفتح تاني. كل ده جاي في الوقت اللي فيه قافله عايزه تيجي تقف على حدودنا عند معبرنا. كل ده بقى مع حريق السنترال مع الحوادث، كلهم جايين في نفس الرحله في نفس الاتوبيس عايزين يدوسوا على مصر.